الحال مزيان، اللي ما عجبوش يفوت مدينه اكادير، يمشي يبكي لشي مدينه اخرى، ولا يمشي يجمعوا ليه الفلوس يمشي لشي بلاد اخرى. السلام عليكم. أنا اللي كنعرف في المجال السياسي هو أن الأنظمة المطلقة هي التي تمارس الاستبداد والديكتاتورية وكذلك البلطجية، لكن شخص منتخب من طرف المواطنين وكيمارس عليه الاستبداد هذه لم تكن في الحسبان وسابقة في التاريخ. أنا في نظري على جلالة الملك أن يتدخل في المسألة، لأن كيفاش واحد كنصوت عليه يمارس علينا الاستبداد؟ يعني ليس من حق المواطن أن ينتقد السياسات العمومية، وهذا ضرب في الديمقراطية أولا، وضرب في جوهر العلاقة ما بين المواطن والدولة. يعني أنا بالنسبة لي رئيسة جماعة تقول الأكاديريين خاصة والمغرب خرجوا إلا ما عجبكمش الحال، يعني هذا تجاوز لصلاحية رئيسة الجماعة أو رئيس الجماعة، وكذلك أي قائد سياسي عموما. يعني وكأن المغرب في ملكيته. فوقاش غادي نفهموا أن السلطة ليست تفويضا للاستبداد بقدر ما هي خدمة المواطن، ورئيس الجماعة أو رئيسة الجماعة كغيرها من المسؤولين يجب أن تتحلى بالمسؤولية أولا الأخلاقية، عاد نجيو للقانونية تجاه المواطن وتجاه الجماعة اللي كيشتغل فيها. هذه رسالتي بالمناسبة للضجة اللي قامت على بن كيران حين نعت بني صهيون بالحمير. كيف ما جاتكم الحمية، وخاصة رشيد الوالي، كيف ما جاتك الحمية على بني صهيون كنتمنى تجيك الحمية على أبناء المغرب وأبناء أكادير خاصة.